الله الله على الجمال. الجو برد طبعا اليومين دول قوي قوي قوي، وكل الناس عندها برد من ضمنهم. معلش على صوتي انا. هنعمل النهارده حاجه حلوه تدفينا وكمان تدفي الشقه واحنا قاعدين. يلا قومي ما تكسليش، الجو برد بس لازم نعمل. عارفين الكيلو القراقيش ده وصل كام دلوقتي؟ بره وصل 70 جنيه، واحنا عايزين شوية قراقيش لولادنا يفطروا بيهم او يتعشوا بيهم جنب الشاي، جنب شاي بلبن واحنا قاعدين بالليل كده. طبعا بيجوعوا، عارفين الشتاء كل العيال عندي بيجوعوا بالليل، طول الليل رايحين جايين. تعالوا كده نشوف عملنا الجمال ده ازاي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك النهاردة أنا عندي كمية من الدقيق، أنا هقولك مقادير الكيلو. أنا عندي دول حوالي 2 كيلو، 2 كيلو ونص. طبعا انتوا عارفين اللي هي ابني في الجيش وبيجي ماشي عايز ياخد معاه حاجة يفطر بيها برضو. بيصحى من النوم كده يفطر بيها، وبعد كده بينزل الجيش وكده بيشوف واجباته طبعا. عندي هنا كمية من الدقيق. اللي معايا ده محلب، انا جايباه من عند العطار اسمه محلب. هتجيبيه بيبقى حبوب صغيرة كده لونها بيش شوية كده. انت هاتيه وحمصيه شوية على النار، بس ما تخليهوش ياخد لون منك. انا اللي قدامك ده خد لون سنة بسيطة مني. خليه بعد ما تحطيه وتحمصيه اطحنيه في الكبة بتاع الخلاط. هنا عندي كيس بيكنج باودر، عشان كمان انا هحط خميرة بلدي من بتاعة الافران، وكمان مش هكتر عشان تخمر براحتها. هنا كيس من البيكنج باودر، وكمان هنا كيسين من الفانيليا هيديوها ريحة حلوة قوي. يلا قومي معايا كده اشتغلي. البرد بس مش هنقعد طبعا، لازم نشوف هنعمل ايه. طبعا ربنا يرحمنا من الاسعار اللي احنا فيها دي يا رب العالمين. حطيت كمان ذرة من الملح، حوالي ربع معلقة صغننة كده من الملح. وهنحط شوية سمسم حلوين كده اهو، دول يعملوا حوالي 4 معالق كبار من السمسم. طبعا المادة الدهنية برضو هقولك هتحطي كمية قد ايه على الكيلو. يعني لو كيلو دقيق حطي معلقة سمسم، معلقة سكر، معلقة من الخميرة الفورية، نص معلقة من البيكنج باودر. وهتقلبي كل الجمال الحلو ده مع بعضه. وهتحطي المحلب، هتجيبي معلقة كبيرة على الكيلو او معلقة ونص وتحطيها عليه برضو، وتقلبي كل المواد الجافة زي ما انا بقلبها كده. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبها كويس جدا. كده خلاص احنا قاعدين مقفلين الشقة ومدفيينها، وكمان قاعدين كده مع نفسنا كده كده سهرانين بالليل، فقلنا نعمل حاجة يتعشوا بيها ولادنا وما تشتريهاش. يعني كيلو القراقيش ب70 جنيه، لا خليهولكوا. انا هعمل بحق الكيلو اللي هجيبه من جوه يجي 2 3 كيلو عندي في البيت. كده انا عندي السمنه مسخناها كويس جدا، مش مقدوحه عشان انا بعجن في طبق بلاستيك. لو انت عايزه تقدحيها قدحيها، بس هما يعني الحاجات اللي بتقعد وقت طويل هي اللي بتقدح السمنه قوي ليها. انما دول الولاد هيفطروا بيهم ويعني مش هيقعدوا وقت طويل. كده خلاص انا بحط السمنه شويه بشويه، هي سخنه قوي عشان كده انا بقلب بالمعلقه لحد ما تهدى معايا، وبعد كده هقلب بايدي. معلش على كحتنا، شروق بالكح وانا بكح لان عندنا دور برد والله اليومين دول. طبعا هي قاعده هي عماله تفطر وجنبها نونة بتاخد اللقمة من بقها. كده خلاص انا كده هنعمل السمنة زي ما انتوا شايفين كده، واحدة واحدة كده نعمل السمنة. حطي حبة بحبة وبسيها لحد ما تبقى معاكي ناعمة. زي ما قلتلك هنبسها كويس جدا بين ايدينا كده اهو. كده انا بسيتها كويس جدا. هنحط هقولك المادة الدهنية على كيلو الدقيق كوباية من السمنة وكوباية من الزيت. عايزة تعمليها بسمنة خالص ماشي، بس الزيت بيديها قرمشة حلوة كده، لان احنا بنعمل دي قراقيش ناشفة مش قراقيش طرية، عشان نغمسها بالشاي بلبن او بالشاي كده وولادنا قاعدين بالليل. كده هنبس معانا زي ما انتوا شايفين كده. همسكها كده نبس كده زي ما نكون بنبس الكحك، بس في نفس الوقت مش هعملها دايبة قوي. هنبسها كويس جدا. عندي هنا مكعب من الخميرة البلدي بتاعة الافران. ما عندكيش بتاعة الافران حطي كيس خميرة فورية تمشي عادي. هننزل بقى كده بالخميرة الفورية بتاعتنا كده اهو. وعندي هنا الحليب دافي، كل الحاجة اللي عندك تبقى دافية عشان الجو برد والتخمير بيغيب، وبعد كده تحطيها في مكان مقفول كده تخمر على طول. كده هنقلب بقى شوية بشوية، وهنعجن معانا باللبن الدافي بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة نعمت في ايدي وبقت حلوة، ملمسها حلو زي الرملة المبلولة كده. بس انت عايزاها دسمة عن كده هتزودي المادة الدهنية. احنا عايزينها حلوة ننفع تبقى ماسكة نفسها، مش ناعمة زي الكحك. كده هنحط شوية بشوية من اللبن وهنعجن كده. انا قاعدة طبعا في الارض، وهنعجنها شوية حلوين برضو لحد ما قوامها يبقى حلو معايا.
هنحط كده اللبن معايا زي ما قلت لكم دافي، هنزل باللبن شويه بشويه. ما عندكيش لبن حليب، هاتي معلقتين 3 لبن بودر حطيهم على العجينه، هتديها طعم حلو، واعجني بميه دافيه. ما عندكيش لبن بودر ولا لبن حليب، اعملي السمنه وبسيها واعملي زي ما انا عملت كده، وبرضو اعجنيها بميه دافيه مش مشكله. اللي بتتباع عند الافران اصلا ما فيهاش اي لبن، لا بودر ولا حليب ولا اي حاجه، بس احنا هنا بنزود القيمه الغذائيه لاولادنا. بصوا بقى جمال العجينه، الله الله الله، الله على الجمال بجد، طريه بقت ملبن في ايديا ودافيه كده. بصوا تعرفي ان هي بقت حلوه ازاي، هتكوريها وتتك عليها كده، طالما ما شققتش من الجناب يبقى عجينتها تحفه تحفه. جربي في كيلو دقيق، جربي في نص كيلو دقيق، هتحطي نص كيلو دقيق هتحطي نص كوبايه سمنه ونصها زيت وتعجني. اعملي نص كيلو يعمل لك صينيتين كبار من القراقيش. بلاش تشتري من بره، عشان اعملوا مقاطعه لاي حاجه غاليه، سيبوها للتجار الجشعين دولت يشربوها. زي الفراخ الوقت اللي واصل سعرها قد كده دلوقتي، بلاش منها، لو قطعناها اسبوع بجد هيرخصوها. بصوا العجينه معايا حلوه ازاي، طريه بس وريحتها بجد، المحلب في العجين يا جماعه بيبقى حلو وطعم حلو قوي، وريحه كمان جميله قوي. جربي الطريقه دي، اطحني المحلب وحطي بلاش ريحه الكحك، انا ما بحبش ريحه الكحك في اي معجنات. كده خلاص العجينه طبعا حطيتها في مكان دافي وغطيتها بكيس، وكمان مش فوطه بقى، لا بكبرتايه تقيله كده وحطيتها فيها. كده خلاص انا هشكل معاكم. هنجيب بقى العجينه، بصوا طريه في ايدي ازاي، وحلوه وطريه وناعمه وماشيه في ايدك، والله ما هي مستاهله الفراده، بس انا عشان عايزه اخلص بسرعه عشان يلحقوا يخمروا. كده خلاص اهو هفرد كده زي ما انت شايفه كده اهو، هنفردها كده بالفراده، نفردها بالفراده زي ما انت شايفه كده. هنا قلبال الدنيا، وحتى كوبايه الشاي هتوقعها، امشي هنا من هنا. كده هنعمل القراقيش زي ما انتوا شايفين كده، انا طبقتها وهديها فرده كده بالفراده، عايزاها الحجم اللي انت عايزاه بقى اعمليه، عايزاها طويله قوي اعمليها، عايزاها متوسطه انا هعملها متوسطه مش طويله قوي، عشان اما اجي احطها لابني في الشنطه ما تتكسرش، عشان ما تتكسرش وتتهري منه في الشنطه ويعرف ياكلها. كده خلاص انا طبقتها زي ما انتوا شايفين كده، وهنساوي بقى الطروف بتاعتها حلوه قوي. جربي كده وانت قاعده، ما خدوش مني وقت والله، وانا قاعده كده كانوا اتعملوا على طول. كده خلاص انا سويتها، افردي بالفراده معانا هنا القطاعه دي من ورا كده، ومعانا قطعه البيتزا وسكينه مشنشره، بس القطاعه دي حلوه وسهله، انا عملت بيها بتديها شكل حلو. لو ما انتش عايزه بقى شكل فيها ولا اشكال ولا حاجه، بس سكينه على طول كده، او بقطعه البيتزا لو عندك. معلش يا حبايبي اعذروني على الكحه دي، معلش. بصوا اهي بنقطعها اهي، انا مش عايزاها، ما تعمليش القراقيش طويله قوي، لان ولادك لو مسكوها تتقطم في ايديهم فهتتكسر، خساره، احنا عارفين ان الحاجات غاليه والتكلفه غاليه. بصراحه انا قعدت ادور لحد ما جبت كيلو دقيق ب17 جنيه، في تجار عندهم ب20، مرضتش اجيب منهم ومشيت، دورت شويه في السوق عندي لحد ما لقيت دقيق ب17 جنيه، يعني فرق 3 جنيه في كيلو، 3 جنيه في الكيلو بين كل عطار وعطار، وبين كل تاجر دقيق وتاجر دقيق. يعني بصراحة فعلا هم التجار اللي جاشعين فعلا في الأسعار بتاعتنا دي. بصوا بقى أنا هرص في الصواني بتاعتي دي، طبعا الصواني هسوي فيها، وكمان عندي سيجان، واللي هيفيد مني هفرش مفرش جلد كده واحط عليه الباقي. بصوا كده الأشكال دي اللي بالقطاعة، وديت اللي بالقطاعة بتاعت البيتزا هتطلع مستوية. لو عايزة المنظر الحلو فيها الشنشرة دي اعملي بأي قطاعة عندك. كده هقطعهم كلهم بقى، وهنشكلهم كلهم بالطريقة الحلوة دي. طبعا انا كنت خلصتهم وسويتهم وقاعده، وطلعوا والولاد بياكلوا منها رايحين جايين، وقلت امنتج لكم الفيديو وانزل لكم، عشان اللي عايزه تعمل ما تشتريش من بره من عند الافران. البتهايه في الفرنه بقت ب4 جنيه وب5 جنيه، طب وانا على ايه؟ هاتي نص كيلو دقيق اعملي بيه وفرحي ولادك، بجد والله يطلع لك كميه كبيره قوي، احسن من اللي انت هتشتريها من الفرن. كده برضو هفرد زي ما انتوا شايفين كده، هعمل معاكم كمان واحده. ليه بنطبقها تطبيقتين على بعض كده؟ عشان يبقى قلبها من جوه مفرغ، وكمان بتبقى مقرمشه وبتبقى حلوه، بتبقى زي طبقتين كده معاكي، بتبقى حلوه، متبقاش ناشفه قوي. كده بصوا هنطبق كده، وهرجع هطبق التانية كده، وهفرد بقى، تبقى مفرغه من جوه. في الوقت ده كله عايزه تحطي بقى جوه الحشو ده، بس انا بصراحه لقيت العجوه غاليه، قلت والله لا اعملها ساده، مش هجيب عجوه بلا منها العجوه،
كيلو العجوه وصل 30 جنيه و40 جنيه. على ايه؟ احنا كده 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 هناكلها بالشاي، حلوه ساده ساده حلوه. احنا كده عملتها زي طبقتها كده زي ما قلت لك. لو عايزه تحشيها هتجيبي العجوه في التطبيقه دي وتحطي العجوه، بس تسيحي العجوه على النار بمعلقتين سمنه وحبه من السمسم لما تسيح في ايدك خالص كده. انا قطعت شويه كمان بقطعت البيتزا، بصوا اهي، يعني وريتك اللي بالقطاعه ووريتك اللي بقطعه البيتزا. مكان قطعه ولا دي ولا دي، اشتغلي بالسكينه عادي، بس دول موجودين عندي قلت اوريكم اللي موجود عنده يعمل بيها. بجد والله عملوا لي كميه حلوه. ولاد ابني خدوا وهو ماشي وفاض معايا عندي، وكمان اديت لوالدتي دقتها كمان، وعندي والله الحمد لله. شوف 2 كيلو ونص دقيق عملوا لي الكميه الحلوه دي كده. خلاص انا حطيتها في الاوضه جوه في مكان دافي، قفلت الشباك وكمان قفلت عليها الباب، وهسيبها تختمر كويس جدا. واول ما تضاعف حجمها وتلاقيها بقت خفيفه ومصفره كده، هتشغلي الفرن تسخنيه وتسوي بس على نار هاديه كده. خلاص خلصت الفيديو معاكم وسويت القراقيش بتاعتنا. بصوا جمالها وبصوا ريحتها، والله تحفة بجد تحفة. قلبها من جوه كده مفتح وهشة يعني. عملنا شاي واحنا بنسوي كده قدام الفرن، وقعدنا كلنا انا والولاد، جم قعدوا جنبي وعملنا الشاي وقعدنا بقى نتكلم انا وولادي واحنا قاعدين جنب الفرنة. القعدة دي بالدنيا وما فيها. جربي طريقتي ديت ان شاء الله. بصوا قلبها مفتح ازاي، وكمان طعمها المحلب فعلا عامل طعم تحفة في شوية القراقيش، والسمسم كمان بيدي طعم حلو وكمان بيدي قيمة غذائية للولاد. اعملي كوباية شاي بلبن او شاي وما تشيليش هم فطار ولا عشاء لولادك. يلا لو اول مرة تشوفوني وتخشي قناتي دوسي اشتراك ودوسي لايك، وكمان يا رب الوصفة تعجبك جربيها. قومي كده من نص كيلو دقيق املي بيتك خير. يا رب النهارده القراقيش بتاعتي تكون عجبتكم وكمان فيها قيمة غذائية عالية لولادنا. حطي اللايك وما تنسيش الاشتراك عندي، ويا رب كل حاجة بقدمها تكون عجبتكم. ودعوة حلوة منكم كده في الكومنتات بصلاح الحال ليا وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.